السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم طريقة طهي اللحم في لاكوكوت. شوفوا كيفاش يجي طايب زبدة وما يجيش ناشف. شوفوا كيفاش يجي محمر تاني وما نحكي لكمش على الذوق ما شاء الله. تبعوا معايا باش تشوفوا طريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. ناخذ لاكوكوت نفرغوا فيها 4 ملاعق كبار زيت الزيتون، ونزيدوا اللحم، كل واحد نوعية اللحم اللي يستعملها، الكمية مام كمية الزيت حسب كمية اللحم، ونحطوه في هذاك الزيت باش يتقلى حتى وين تشوفوه يتحمر، ما نقولكمش يطيب، حتى يتحمر هذاك اللحم. ونديرلو التوابل التالية: نصف ملعقة صغيرة كمون، نصف ملعقة صغيرة كزبر، ملعقة صغيرة توابل سبيسيال تاع اللحم، ونصف ملعقة صغيرة من راس الحانوت، وشوية ثوم بودر هذا اختياري، وشوية ملح، ونحركهم مع بعض ونخليهم تاني يتقلوا لمدة 5 دقائق. وبعد ما جازوا 5 دقائق نديرلهم نصف كاس ماء، ونشعل النار قوية حتى وين نشوفه تغلى. نغلق عليه لاكوكوت ونقصه للنار، لازم تكون هادئة، ونخليه لمدة 1.5 ساعة حتى يطيب تماما. وشوفوا بعد ما طاب كليا كيفاش جاء ما شاء الله. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على شعار القناة الظاهر أمامكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء، سلام.